نادر العمدة، سؤال حلو جدا. هو عندكم في أمريكا في شغل الواحد فني أشعة وتحاليل، ولا مستقبلي هيضيع لو جيت عندك؟ السؤال ده مهم جدا جدا جدا. طبعا لكل الناس اللي جايين أمريكا، المجال الطبي يعتبر من أفضل المجالات، وأكتر الشغلانات المضمونة، لأن المجال الطبي هيفضل موجود على طول. أنا عارف في ال AI دخل في المجال الكمبيوتر ودخل في كل حاجة، بس السيل هيحتاجوا الناس، يعني أو الإنسان في الشغلانات الطبية كتير جدا جدا جدا. طبعا بالنسبة لفني الأشعة، أو بنسميها اكس راي تكنيشن أو ام ار اي تكنيشن، الشغلانات دي موجودة كتير جدا طبعا. والسالاريز بتاعتها كويسة، يعني بتبدأ ب $40 في الساعة زي ما انت شايف هنا في الصورة. طبعا لو انت فني تحاليل في مصر، تقدر تشتغل فني تحاليل هنا، بس لازم تعادل شهادتك. بصراحة انا معرفش من ناحية بتاعت الميديكال سكولز ايه الريكوايرمنت او الحاجات اللي انت بتحتاجها. بس انت يعني بيبقى فيه مثلا اللي هو الستيت اكزام، اللي هو الولاية واللايسنس، عشان تاخد اللايسنس وتعمل المعادلة بتاعتك. لو ما ظبطتش بتضطر بقى تكمل دراسة. لو هتبدأ من هاي سكول هتاخد المواد الريكويرمنت عادي، وبعد كده تبدأ بقى تاخد المواد الخاصة بالميديكال سايد، وتكمل بقى من هنا. وبعد ما تتخرج ان شاء الله تعمل المبلغ اللي احنا حطيناه تحت. بالتوفيق للجميع، وكان سؤال مهم جدا، وان شاء الله ربنا يوفقكم لما تيجوا امريكا.